أما دوبل عبد الله دوبله هو اللي عدى التقرير اليوم ونزلها. طيب انا بعيد الشرح مره اخرى للي ما كانوا موجودين. اتهامات يا احمد، في اتهامات لابو زرع لا المحرمي. حلو حلو، هذا التقرير جدا كويس وممتاز ان الحدث متطور فيه. اتهامات انه اثر، يعني الخلاف اثر مصالح، يعني طلب تمرير مصالح خاصه يعني وتوظيف يعني. يا جماعة طلعوا لنا لحظه المرفدي من لحظه عيان العليمي المرفدي يا ورفضوا. شعري، خلينا نسمع اول شيء عبد الله دوبله اللي عد التقرير يعطينا الروايه اللي عنده. كان تقرير منصف جدا يا عبد الله، رغم انه كان في شويه بهارات بس مقبوله. لكن تفضل اعطينا التقرير اللي عندك وانا بعطيك بعض المعلومات الصحيحه. هو هو ما فيش عندي يا احمد غير اللي ذكرته انا، وهو مصادر طبعا متعدده ومتنوعه انه حصل وحصل وحصل. طيب عندي سرديه بس عشان يسمعوا الناس الشباب اللي هنا، وانا بعطيك المعلومات اللي فيها ربما بعض لما. انه في تضارب مصالح حول المبلغ السعودي للرئاسه، وكان مستاثر ابو العليمي والمدير مكتبه. الاعضاء الاخرين ما عندهمش فكره عن الصرف وكذا. فمن هذه الاسباب، هذا السبب الرئيسي طبعا. والسبب الاخر ايضا استئثار الشعيبي والعليمي بالتوظيف. طبعا هذه النقطه انا ما ذكرتهاش لانه فيها عيب، ما اذكرها. من يوظف الشعيبي اصلا؟ ويعني في هذا السياق، ويعني في كله خطا في خطا. انا ارى انهم خطا الاثنين، العليمي والشعيبي غلطانين. تصرف ابو زرع ايضا تصرف ايضا فيه رعونه قليل، لانه يعني ما ادري كيف بيحل بعدين. يعني في الاخير هذه يعني فوضى، فوضى رئاسيه حقيقيه، يعني تعكس ضعف الاطراف. يعني مش قادرين يتفاهموا، مش قادرين يحلوا مشاكل بهدوء براحه. يعني في هذه مشكله كبيره وازمه، أنا اعتقد انه في الرئاسه نفسها. فما ادري انه الامر يحتاج ايضا غربله للرئاسه، تغيير الرئيس، تغيير الثمانيه، يعني ننتقل لمستوى اخر. فعموما تجربه كثمانيه ورئيس عليمي انا اعتقد انها فشلت. هذا وجهه نظري، فاشله تماما. يعني انا طبعا مغسل دي تماما من العليمي، تماما ما لقيتش بينه اي جدوى. الرجل ضعيف ويفتقد للخيال للاداره ايضا، مش قادر يدير مرحله. وصول الامور الى ما وصلت اليه، انا من وجهه نظري اجدها انها يجب ان ننتقل الى مرحله اخرى. وهذا ما طيب شوف عندي يا يا احمد، عبد الله، تفضل. انت يعني طبعا جبت نقاط في التقرير هي نقاط واقعيه كلها، انا تابعته، انا عندي خبر بالموضوع هذا من قبل 5 ايام. بس انت ما سالت نفسك. وانا كمان عندنا قديم، انا عندي من السبت على فكره، ايوه وبس كان بس عندي يوم ليش هو الاثنين هو مقابله هو مع سعيد ثابت. كان عنده كتاب عن الحركه الوطنيه، فاجلنا لحلقه الاربعاء. ما هو الموضوع ليش تم اثارته امس والحدث هذا قبل اسبوع؟ اللي حدث يا عزيزي ان الجماعه استاجروا شقه في عدن. شقه برا، انا طبعا انا تكلمت في الموضوع وقلت شقه خارج المكتب نفسه. صحيح. صحيح صحيح. انا ذكرت هذه المساله يا ايوه احمد. ايوه، انت ذكرتها يعني مش بشقه يعني بتفصيل. الجماعه قلت مكتب خارج المكتب الرئاسي المعروف اللي في نعم مكه، نعم واحد ثاني. نعم، هي استاجروا شقه خارجيه في عدن. والرجال جاب له 32 موظف كلهم مش يعني من خارج عدن، كمان من منطقه ما بذكرها الان. وبعدين لما سالوهم وقال لهم ابو زرع ايش الكلام هذا، ايش تسوون؟ قالوا انه في ملاحظات على عمل الدائره، دائره الامانه في مكتب الرئاسه. قال لهم مش مشكله، ارفعوا فيهم تقرير وين الاخطاء اللي ارتكبتها الامانه، ونحن في معنا مدعي عام وبنتعامل معهم بشكل قانوني بشكل واضح. قالوا لا ما ينفعش ومش عارف ايش الكلام هذا. المهم الجماعة بدأوا يصرفوا المبالغ هذه تحت بنود جرحى ومصابين ومش عارف ايش وعلم وخبر وشغلة، وجابوا لك موظفين وكل الكلام هذا، كل العمل هذا خارج إطار الدائرة القانونية وخارج إطار الأمانة. خارج اداره المكتب أي الرئيس، كل وايضا الامانه العامه برع للرئاسه. برع هو المفروض تكون هناك. بالضبط، كل صحيح. شيء برع، كل شيء خارج يعني يصلحوا لهم يعني ماني لاوندري، يعني مكتب غسيل أموال. صلحوا مكتب غسيل أموال خارجي. فالرجال تعامل معهم وفقا للقانون، لانه هذا مخالف. زي ما حتى الحادث اللي حدثت مع بن عبد الملك اتت بنفس الحيثيات، يعني كان في اعتماد للكليه الحربيه في عدن، ومسك رفض انه يصرف الاعتماد، ولما تعاملوا معه بنفس الشكل يعني بقوه عسكريه امنيه وفقا للنظام والقانون. الجماعه سكتوا من يوم حدثت الحادثه، وحاولوا يتواصلون مع، خرج الرجال، خرج الشعيبي وسافر، وبداوا يتواصلوا. حتى العليمي ما قدرش يرجع عدن، والموضوع هذا معلق يا عبد الله، وانا بديك هذه المعلومات الجديده. ما قدر يرجع عدن والموضوع هذا معلق غير ما تم حله. فحاولوا يتواصلوا مع مكتب ابو زرعه على انه خلاص تعود الامور الى طبيعتها ويتم العمل عن طريق الامانه العامه لمكتب الرئاسه. فقال الرجال هذا الكلام لازم يعني دعا الى الى اجتماع للمجلس الرئاسي.
عشان نوقف هذه المهزله ويكون في اليه متفق عليها. طيب ايضا معلومه بكشفها لاول مره وانا يلا قد بودي في اليوم. اكثر من 362 قرار يا عبد الله دوبله، قرارات مخفيه، قرارات سريه تم اتخاذها من رشاد العليمي بدون الاعلان عليها، بدون التوافق عليها، بدون طرحها في جدول اعمال المجلس الرئاسي بالمطلق، وفضايح لا تعد ولا تحصى كبيره من العيار الثقيل. الرجال الان بيقول لهم نشتي اجتماع المجلس الرئاسي عشان نحل هذه المعضله ونعيد الامور الى نصابها ونفعل دور المؤسسه، نفعل الدوله، مش تشتري دوله نسوي. تقصد انه قرارات لنسوان؟ لكل شيء، نسوان وعيال واطفال وعصافير وكتاكيت وكل شيء، كل شيء يا عبد الله من كل الانواع. انا استحيت اقول الخبر لانه ايوه فانت في مساحه بامكانك تقول. يا عبد الله ما لو جماعتكم يا عبد الله ما لو اصحابكم. ما اصحابنا، ما شوي صاحبنا، انا فاصولي مش صاحبي، انا اول من دقدقتهم قبل اسبوعين. كمل. ايوه فالجماعه لما شافوا انه ما في تجاوب من المكتب النائب وقال لهم لازم اجتماع ولازم هذه المهزله توقف، الوضع وصل الى مستويات سيئه جدا يا عبد الله دوبله. 250 مليون دولار تم التصرف فيها، الشعب ميت جوع. انت تروح تجيب لي 32 موظف من خارج عدن وعندك موظفين ايضا من خارج البلد بالاساس، وتدفع 145 او 160 الف دولار الى شركه وهميه تحت، يعني انك تسوي غربله للمجلس الرئاسي وكلام فاضي، وغربله للمكتب مكتب الرئاسه. كل هذا النهب والفساد، والناس في وضع مزري، الناس في حالة إنسانية سيئة جدا، والوضع المادي متدهور، وكل ما حاولنا رحنا نتخذ إجراءات مالية إدارية تأتي قرارات وتبدأ بفتح الفساد وتفتح. فالرجال دعا إلى اجتماع المكتب الرئاسي، والجماعة ربما مش عارفين يتجاوبوا. أنت طرحت تساؤلات مهمة في التقرير، إنه أيضا العرادة ما بيروح عدن، البحسني تقريبا شبه معلق اعماله، ما عاد يشارك في المجلس الرئاسي بالمطلق. كل هذا الكلام خلفها عامل واحد، هو الانفراد في اتخاذ القرارات السياسيه والاداريه والاقتصاديه والعسكريه. كل القرارات يا عبد الله دوبله اصبح رشاد العليمي مصدق نفسه انه رئيس جمهوريه والجماعه مجرد نواب عنده، ابتداء من تعطيل اللائحه التنظيميه لعمل المجلس الرئاسي. الامور مخبوطه خبط يا عبد الله، فانت يعني مطلع على التقرير وفاهم الكلام. بس انا حبيت اضيف لك هذه النقاط اللي انت ما ذكرتها يعني بشكل واضح، وانا اتفهم هذا الكلام في التقرير. يعني بالاخير انت على قناه تلفزيونيه وما تقدرش تتكلم زي ما تتكلم مساحه، بالتالي هذه التفاصيل اللي حدثت. والجماعه الان مش عارف يعني كيف ورطوا قناه الحدث في التقرير هذا، ما انا عارف يا رجال. شفت كم الفرق بين تقريرك وتقرير الحدث؟ انا صدق ما شفت تقرير الحدث، هذا ما عنديش فكره عنه على فكره، بشوفه بعدين. حطوا تقرير اول ويحذفونه، بعدين رجعوا تقرير اخر معدل، عدلوا فيه بالعنوان، لكن المحتوى نفسه موجود عندي في المساحه فوق. شوف برسل لك يا خاص. تمام، بشوفه بعدين. تمام. انا ارى انه العليمي لابد يتغير، يعملوا اجتماع الثمانيه ويختاروا واحد اخر، واحد يكون عنده قدره على اداره المشهد. ايش قصدك يا استاذ عبد الله؟ ايش قصدك يعني يحطوا احمد عفاش بدله ولا من بالضبط؟ الله يحفظك. احمد عفاش خير وابرك، لو جبناه احسن من العليمي. ما له احمد عفاش. انا يا شاعري انا اتفق مع عبد الله. خطيرين. لا لحظه يا شاعري، والله انا اتفق مع عبد الله دوبله 100%. احمد عفاش افضل منه. بس احمد عفاش ما بيجيش، انا عارف احمد عفاش ما يشتي شغل، ما يشتي سياسه ولا عدو في هذا الوادي، مش واديكم. يعني لا تهاجموا احمد عفاش. احمد عفاش يشتي يرتاح، خلوه لحاله، ما هوش حق وقع راس عاد. في ناس كثير البلد لا تخلو من رجال، اقسم بالله مليان رجال يقدروا يديروها باحترام ايضا باقتدار. نبحث بس عن الناس المحترمين وقادرين يديروها. فالبلد لا تعدم من رجال فعلا، بامكان احنا نبحث. لا هو اللي بيحتاج تغيير يا عبد الله بكل صراحه مش فقط العليمي، هو يعني طريقه الشراكه نفسها لازم توضع لها تشكيل. لا يبغى لها ضوابط منطقيه وحقيقيه. يعني مثلا يقلصوهم يعني حتى لو حطوا 10، المشكله انه في لائحه تنظيميه يا عبد الله تم تعطيلها. ثاني شيء ما اعتمدوها عندهم، ما اعتمدوها، هذه مشكله طبعا غلط. ولا اعتمدوا لائحه تنظيميه قديمه، ولا اعتمدوا الدستور القديم. احنا في بالضبط. طيب النقطه الثانيه
ما حددت مهام المجلس الرئاسي بالضبط. الجماعه يا اخي طرحوا صنعاء وطرحوا شمال، جاي يشتغلوا لي داخل عدن. واحد بيفتح لي مكونات في حضرموت، واحد بيفتح لي مكونات في المهره، واحد يصلح لها مكاتب المؤتمر في شبوه، ونسيوا الشمال والله ما هم عارفين وش معهم بصنعاء، ولا حد بيتكلم عن الحوثي ولا حد داري ايه. هذا الكلام كان لابد انها يتم وضعها في اتفاقيه الشراكه هذه، انه يمنع العمل السياسي داخل الاراضي المحرره لغرض يعني الترويج للاحزاب السياسيه او وضع موضع قدم، ويحافظ على الخارطه السياسيه زي ما هي مثل ما افرزتها الحرب. بالتالي اكيد يعني احنا بالاخير بتجلس المشكله هذه داخل المجلس الرئاسي، والتباينات هذه لما ينفجر الوضع بشكل كبير جدا، يعني ما بنوصل لنتيجه صراحه.